لما تبقى حاسس انت مش قادر على اتفه الاسباب بتنفجر، محتاج تعرف الاول 3 معلومات. مفيش مشكله في الدنيا الا وليها حل. مفيش مشكله في الدنيا دائمه كل المشاكل بتنتهي. مفيش مشكله في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنه، مش شخصك المقصود. انت مش معيوب، انت مش معطوب، انت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكلة دائمة، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل لايك، عشان لايك هو اللي بيدعم القناه وبيوصلها لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى نعمل اكل مصري صرف، يعني اكل مصري اصيل. الملوخيه الخضراء، الرز المعمر، سلق الفراخ، كل ده من الاكلات المصريه الاصيله طبعا. اول حاجه انا جبت الحله بتاعتي وحطيت فيها ميه وحطيت فيها ورق لورا وحبهان وبصل وفلفل اسود وسبتها غلت. وبعدين نزلت بالفراخ بتاعتي وسبتها تتسلق. تاني حاجة جبت الرز بتاعي غسلته كويس وحطيته في صينية. النهاردة هعمله في صينية مش في برام. بعد ما غسلته كويس، انا طبعا المعيار بتاع الرز ده حاجة ترجع لكل واحد. انا مثلا بقى عاملة 4 كوبايات، بحط عليهم 4.5 لبن ومية. ما بحطش لبن بس، لان اللبن بس بيخلي الرز ناشف ومش بيستوى، فلازم تحطوا مية. ممكن تحطوا 3.5 لبن وواحدة مية. ممكن تحطوا 2.5 لبن و2 مية حسب ما كل واحد حابب. وبعد ما بحط اللبن كده بخليه يسخن، ما بحطوش ساقع ابدا، بخليه يسخن. وبعد ما بيسخن بحطه على الرز بتاعي واقلبه وادخله الفرن، واكون مشغله الشوايه من فوق، بحيث ان الرز زي ما انتم شايفين يعمل الوش بتاعه كده، بيبقى الوش بتاعه حلو قوي. ولو عندكم بيشتغل فوق وتحت شغلوا فوق وتحت مع بعض. وبعد ما بياخد وشه وبيتشرب كده اللبن بتاعه، ببتدي بقى اطلعه. انا جبت هنا معلقه سمنه واحده ومعلقتين قشطه. بص، يعني في ناس بتحط في الرز المعمر حاجات كتيره قوي، انا ما بحطش فيه حاجات كتيره. انا معلقه سمنه بس واحده ومعلقتين قشطه وخلطتهم كده مع بعض زي ما شفتوا. بدأت كده اخرم الرز بتاعي من غير ما ابوظ شكله، وافضل في كل حته كده احط فيها معلقه من اللي انا حطاها دي. واوقات لو ما فيش سمنه بلدي عندكم خاص ممكن تحطوا قشطه بس، بتحل محل السمنه هي. لو ما عندكمش قشطه ممكن تحطوا سمنه بس، يعني عادي. ممكن تحطوا كريمه، ممكن في ناس بتحط كريمه، في ناس بتحط لبن، بتحط الكريمه اللي هي الكريمه زي القشطه البلدي. يعني الناس تشيل وش القشطه البلدي زي ما انا عامله كده وبتحطها. فكل واحد اللي حابب يحط حاجه، بس انا بوريكم انا بحط ايه. بعد ما حطيت كده الكريمه والقشطه والسمنه كده اللي مع بعض، بصوا منظره عامل ازاي. هدخله بقى شغل الفرن من تحت كده واطي، واسيبه يستوى كده على نار هاديه. ولسه هيعمل وش تاني طبعا لان لسه ما كملش سواه، هو اتشرب بس حاجة بسيطة. هدخله بقى الفرن بتاعي كده، وبعد ما يطلع هوريكم شكله عامل ايه. دلوقتي بقى هنيجي للملوخية بتاعتنا. انا الملوخية دلوقتي في السوق طبعا رخيصة جدا وجميلة حلوة قوي. بجيبها وبغسلها كويس وبسيبها تتنشف زي ما هي ورق، وبعدين بعبيها في الفريزر ورق زي ما هي، ما بعملش فيها اي حاجة. وبعدين بطلعها وهي متلجة، بحطها كده في الكبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، واديها فرمة من غير مية ولا اي حاجة خالص، تتفرم تبقى زي الرملة كده. ما تقولوش بقى دي هتبقى ناعمة، لا، طول ما هي متلجة مش هتنعم زي ما احنا مثلا تعمليها وهي طرية. طبعا طريقتي في الملوخية انا مش بغيرها. بس عشان في ناس جديدة في القناة، انا اول حاجة بجيب الحلة بتاعتي كده تسخن، بحط فيها حتة سمنة صغيرة، وبعدين بحط فيها معلقة توم مفروم، اديله تشويحة. وبعدين بروح نازلة بشوية كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة. اكني بعمل التقلية، بس بعملها في الاول كده بحاجة بسيطة. بحط كده قطعة سمنة صغيرة وبحط عليها معلقة توم، وبحط شوية كزبرة ناشفة، وبحط مكعب مرق. بديهم تشويحة مع بعض، ومجرد ما تتشوح بروح مقطعة نص طماطماية بس. في ناس ما بتحبش تحط فيها طماطم، ما تحطوش، بس انا عن نفسي بحبها جدا بالطماطم، فلازم اقطع فيها نص طماطمايه. ولازم اعمل الخطوة دي، الحركة دي، قبل ما احط الشوربة والملوخية، عشان بتدي طعم للملوخية مختلف. جربوها بالطريقة دي هتاكلوا احلى ملوخية. والناس اللي ما بتعرفش تظبط الملوخية هتظبطها بالطريقة دي.
هنا اهو كده بعد ما حطيت الثوم والسمنة سخنت، نزلت بالكزبرة وهنزل بمكعب المرق اهو عليها واديها تشويحة، وبعدين اقطع نص طماطمايه بس واديها برضو تقلبتين، ومجرد ما خلاص جهزت عندي بروح نازله عليها بكبشتين شوربه بس. حطوا كبشتين بس، ما تحطوش كتير، عشان لو حطيته كتير ممكن يعني تسقط منكم او تكون خفيفه، وانتم مش الناس اللي مش بتعرف تظبط ايديها. بس انا بحط الشوربه على قد الملوخيه، انا ببقى عارفه انا بعمل ايه، لكن انتوا عشان في ناس لسه مش بتعرف تظبط الملوخيه قوي، حطوا بس كبشتين ملوخية بس، كبشتين شوربة بس، وبعدين حطوا الملوخية، لقيتوها تقيلة زودوها شوربة تاني عشان ما تسقطش منكم. هبتدي بقى كده، هنا خلاص اتشوحت، هبتدي بقى اقطع هي نص طماطمية بس، ما بحطش اكتر من كده. نص طماطمية مع الخطوة اللي احنا عملناها دي بتدي طعم حلو قوي للشوربة، غير لما بنحط شوربة بس كده لوحدها. هبتدي بقى ان انا كده اديها تقليبة، وبعد ما اديها تقليبة هروح نازلة عليها بكبشتين شوربة، واروح نازلة بقى بالملوخية اللي احنا عملناها في الكبة. هتشوفوا دلوقتي اول ما بنزل بيها لونها اخضر ازاي، ما سودتش، ما جرالهاش اي حاجة، وطالعة سمكها حلو، ولا ناعمة زي الحنة ولا خشنة مثلا. انا ظبطت الفرم بتاعها، فجربوها بطريقتي هتعجبكم، حتى مش لازم تجربوا في كمية كبيرة، ممكن تجيبوا كمية مثلا كيلو ملوخية تطبخوا منه، وتشيلوا بس كيس واحد كده في الفريزر، وجربوه بالطريقة بتاعتي. هنا خلاص هحط زي ما قلت لكم كبشتين شوربه، والطماطم دي هسيبها تغلي بقى في الشوربه كده، هلاقي ان الطماطم دي دبلت والشوربه كده دخلت جوه بعضها. هروح نازله بالملوخيه بتاعتي، هنشوف دلوقتي هننزل بالملوخيه بتاعتنا. ده شكل الرز بعد ما طلع من الفرن، كان ريحته حلوه وطعمه حلو جدا جدا، والوش بتاعه حلو. بصوا الملوخيه اهي بعد ما الشوربه غلت، ببتدي بقى انزل كده بالملوخيه اللي عندي كلها. بصوا في الكبه اهي خضرة ازاي، ما سودتش ولا جرالها اي حاجة. وهي في الحلة دلوقتي هتشوفوا لونها حلو ازاي، لونها حلو قوي قوي، خضرة ما سودتش خالص خالص لحد لما كناها، وهي ما جرالهاش اي حاجة. هننزل بقى باقي الملوخية، ونيجي بقى دلوقتي نعمل لها التقلية بتاعتها. بصوا بفكها ازاي، الشوربة بتاعتها مظبوطة على قد الملوخية اللي انا عاملاها. هبتدي بقى اعمل لها التقلية دلوقتي. جبت معلقة سمنة ومعلقة توم، هفضل كده اديهم تشويحة، هروح نازلة عليهم بالكزبرة الناشفة، ومجرد ان انا اشم ريحتها، او ان هي بس بتاخد لون كده، ما تسيبوهاش تتحرق، عشان الكزبرة لما بتقعد على النار كتير بتمرر. وهي بصوا لون الملوخيه بتاعتنا بعد ما بردت عامله ازاي. دلوقتي هننزل عليها بقى بالتقليه اللي احنا عملناها. انا بوريكم ان هي ما سودتش خالص، وكمان يمكن الاضاءه مش واضحه قوي، بس هي الملوخيه فضلت زي ما هي. وبصوا كده لون التقليه، كانت الريحه طبعا قلب الدنيا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو انا بنزله. ده شكل الرز بتاعنا اهو بعد ما استوى خلاص، كان جميل وطعما حلو، والفراخ والملوخيه، وكان كل الاكله الحمد لله. استنوا الفيديو الجاي.